هل تعلم أن أول سرقة في تاريخ ميسي هي في عام 2005؟ في عام 2005 وفي كأس العالم للشباب تواجه المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب النيجيري، وكان ميسي يلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني للشباب، بينما المنتخب النيجيري كان يمتلك أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نيجيريا جون أوبي ميكيل. يقول جون أوبي ميكيل: خسرنا من منتخب الأرجنتين في كأس العالم وقدمت أداء رائعا. في نهاية البطولة فاز ميسي بالكرة الذهبية وأنا فزت بالكرة الفضية. ذهبت إلى ميسي وقلت له بالإسبانية: لقد سرقت الكرة الذهبية مني. رد علي ميسي قائلا: ليس لدي أي علاقة بالأمر، اللجنة المنظمة هي من اختارت ذلك. غادرنا إلى غرفة تبديل الملابس. أتى إلي ميسي وقال لي: تفضل الكرة الذهبية. قلت له: لا، أنت تستحقها، أنا فقط كنت غاضبا. مرت الأيام والليالي والسنين إلى عام 2018 تواجه المنتخب النيجيري مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم في روسيا. تقابلنا أنا وميسي وقال لي ميسي: أيها الفتى الذهبي. لازلت أمتلك الصورة التي أخذتها مع ميسي في كأس العالم 2005 للشباب، وقلت لميسي منذ ذلك الوقت: أقنعتني أنك الأفضل في التاريخ، كنت تستحقها يا ليو وأنت تستحقها الآن، أنت الأعظم على مر العصور يا ليونيل.